الختام، مساء الخير واهلا بكم جميعا معانا وحلقه جديده وملفات ساخنه الجمعه من كل اسبوع الساعه 7 بتوقيت القاهره، دائما وابدا على شاشه الفضائيه المصريه من ماسبيرو تلفزيون الشعب. وقبل ما نبدا حوارنا النهارده، من دقائق بسيطه انتهى المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ان من بعد اسبوع هيتم طرح شهادات استثمار في كافه البنوك المصريه من اجل تمويل قناه السويس. نروح نشتري الشهاده هتكون قيمتها 100 جنيه للمواطن المصري اللي معدي 21 سنه، وللاطفال اللي يقدروا برضو الاهالي تشتري لهم شهادات هتبقى الشهاده ب 10 جنيه. الفايده هتكون 12% سنويا، وهيتم ايداع فوائد هذه الشهادات في الحساب الجاري التابع للشخص كل 3 شهور، يعني 4% بشكل شهري. ولازم كلنا نساهم في هذا المشروع، لانه بالتاكيد مساله شهادات الاستثمار هتكون افضل من الاسهم، فمحدش مالك حاجه. انا بشتري شهاده خلاص حبيت ارجعها بروح للبنك بردها وبسترد القيمه الشرائيه اللي انا دفعتها في البدايه، لكن هذا المشروع مملوك لمصر ومملوك للحكومه المصريه. طبعا اسبوع حافل على كافه الاصعده. على مستوى العلاقات الخارجيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارتين. الزياره الاولى كانت للمملكه العربيه السعوديه، استغرقت يوما واحدا، عقد خلالها جلسه مباحثات موسعه مع العاهل السعودي جلاله الملك، وتم خلالها استعراض مجمل الاوضاع الاقليميه، وفي مقدمتها طبعا موضوع غزه. ايضا زياره اخرى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبعت زياره المملكه العربيه السعوديه، وهي زياره لروسيا التقى خلالها بالرئيس الروسي بوتين، وشهدت الزيارات مباحثات بين الرئيسين بشان مجمل الاوضاع الاقليميه في منطقه الشرق الاوسط، بالتاكيد قطاع غزه وفلسطين كان في مقدمه الحوارات بينهم، ليبيا اتصالا بالتداعيات السلبيه لتردي الاوضاع السياسيه والامنيه على الحدود الغربيه المصريه، وده يخصنا جدا في حلقتنا النهارده. طبعا لجانب الاوضاع في العراق ومساله داعش ومن هي داعش، من اللي بيمولها، تقصد ايه، عايزه توصل لايه. بالتاكيد امبارح ذكرى فض اعتصام رابعه، وشويه قلق في الشوارع من الكلام الفارغ اللي متعودين عليه من جماعه الاخوان الارهابيه. للأسف النهارده كان في 18 مصاب و2 قتلى في خضم هذه الأحداث السخيفة، واللي يمكن المصريين اتعودوا عليها تخلص خالص بإذن الله في القريب العاجل. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا معانا، اللواء فوزي رمضان، المتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. طبعا قبل ما نتكلم تفصيلا عن موضوعنا الرئيسي وهو داعش وتأثيرها على حدودنا المصرية، وهل داعش عايزة تيجي مصر ولا هتستقر في العراق وفي ليبيا، وكل هذه التفاصيل، خلينا كده في 3-4 دقائق رأي حضرتك في مظاهرات امبارح، الدعوات بالحشد، هل ما زالت عندهم قدرة على الحشد؟ قريت امبارح والنهارده في الشارع المصري بشأننا الداخلي ازاي؟ الإخوان في مصر انتهوا من الآخر، يعني قولا واحدا. قولا واحدا، ما فيش مقولة ثاني. الإخوان يعني خلاص موضوعهم خلص، بدليل حاجة بسيطة جدا، ان احد قياداتهم في التنظيم الدولي راح لداعش في العراق وبيحاول يقول له يا ابو بكر البغدادي الحقنا، وقف معانا في مصر. فقال لهم كلمتين 2: انا حاكم مصر وانتم مش حكام مصر، وتعترفوا بيا ان امير المؤمنين. قالوا لا متشكرين. ما نجيلكش بقى في حاجه يعني. شكرا. فكل دي فرقعه دلوقتي. احنا بيقولوا للشعب وفي كل المحافظات، يعني مظاهره هنا، كلمتين هنا، فرقعه بسيطه هنا. احنا موجودين، هم مش موجودين اصلا، هم انتهوا. وده طبعا نوجه الشكر للجهاز الامن الوطني ان هو بدا يشتغل، ودي نتائجه ان الحنفيه بتاعت الفلوس انتهت واتقفلت. الشركات اللي اتقفلت دي كانت مفتوحه زي ما انت عايزه بالمليارات. عندهم مليارات، هم التنظيم الدولي معاه فلوس، وكان بيدفع فلوس، والحنفيه دي اتقفلت. او مش عايز اقول اتقفلت تماما، لكن شبه اتقفلت. عشان كده ما انت شايفه حشود بالشكل اللي احنا عارفينه. حشود بالاخوان فين؟ مش موجوده. طب البعض بيتساءل، هل اللي نازلين دول، هل الناس دي لسه بتحلم انه مرسي المنتظر هيعود، ولا هو تكدير للامن العام؟ انا بس بوريك ان انا لسه موجود واقدر ازعجك واسبب لك يعني حاله من الارق او حاله من التوتر او جمود مروري او تكدس مروري. يعني هي باللغه البسيطه كده مجرد افعال صبيانيه سخيفه، مش اكتر من كده. مش اكتر من كده. وطبعا هو التنظيم الدولي بعد ما الرئيس وضع حجر اساس لقناه السويس الجديده، وطلعوا في اسطنبول وقالوا احنا والله عاملين مجلس الثوري المصري عشان يعكنينوا علينا يعني فرحتنا بالقناه السويس الجديده. فاحنا اللي احنا عاملين تنظيم وعاملين مجلس ثوري في اسطنبول في تركيا.
فمش من باب اولى يعني ب 13 ولا 14 السنه اللي فاتت بنعمل له احياء ذكرى. فطبعا التنظيم الدولي نفسه كانت البلد النهارده تولع، بس هو مش قادر، هو عديم الحيله حاليا. التنظيم انتهى، التنظيم انتهى كقوه على الارض، التنظيم انتهى كفلوس هنا داخل مصر. يعني كل البنوك كلها اصبحت ممسوكه مظبوط. الشركات اللي اتحط عليها حراسه وبقت قايله للدوله. وما تنسيش الحزب، حتى الحزب الحريه العداله تم حله خلاص، انتهينا. انتهى. فهم دلوقتي في نفس الاخير وبيحاولوا يثبتوا وجودهم. مش معقوله يعني عدت يوم فض ربع والنهضه ويعدي ببلاش كده، يعني مش مستحيل. عايز بيحاول يقول لك انا موجود، بس واحد بيطلع في الروح بيقول لك انا موجود، هم دول الاخوان مش الاخوان. صحيح. وكان قبل كده كان معاهم المحبين والمتعاطفين والمستغلين واللي عايزين فلوس. يعني اليوم ب 400 جنيه وب 1000 جنيه، فكانوا بينزلوا، ما عادش فيه فلوس، هينزل يعمل ايه؟ وحتى المتعاطفين نسبتهم قلت يا سياده اللواء، يعني ابتدوا فعلا يشوفوا الحقيقه. وما بقاش بقى ليهم تواجد في الشارع مع تنظيم الاخوان زي كان الاول. هو كانوا هم بيلعبوا على نقطه واحده، وهي الاحباط والشك. الاحباط ان كانت في ناس محبطه. يعني لو قلت ان تعدادنا 90 مليون، كان في شويه الى حد ما عندهم احباط. مع قياده المشير السيسي للجمهوريه وبنسبه 97%، ودي ما حصلتش في اي حته ثانيه، وشاهد بها العالم كله. صحيح. يعني فاصبح هناك قائد وزعيم موجود التفت حوالين الناس. فدي قصه الاحباط انتهت اللي هم كانوا بيلعبوا عليها. والشك، الله هو احنا رايحين فين؟ طب البلد دي ممكن تطلع قدام ولا ترجع لورا؟ لا، هتطلع هم شايفين مشاريع تنمويه. ما هو ده المشكله. ما هي دي المشكله. مين يطلع هتعاطف معاهم بمناسبه ايه؟ بس كنت انت شايفه مشاريع، وادي حضرتك بتذيعي دلوقتي بان هناك شهادات استثمار ب 12%. يعني حتى تحريك الناحيه الماليه وتحريك قناه ده اعلى من الفائده البنكيه في اي حساب جاري او حسابات. 9%. صحيح. 12% يعني يعتبر 3% و4%، ده زياده. العجله بدات تدور الناحيه الاقتصاديه، وهي العامل الرئيسي اللي احنا بنلعب عليه والقياده السياسيه بتلعب عليه. ان طالما في اقتصاد بدا ينتعش وبدا يروح في الاتجاه الصح، اعتقد لا في شك. والسياحه ابتدت تشتغل، يعني طبعا السياحه بدات تشتغل كويس. الاوتيلات بقى فيها يعني اشغال بنسبه كبيره جدا مقارنه السياحه بدات تعدي 60%. صحيح. وده كويس مش وحش ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله. طيب نبدا بقى موضوعنا. داعش بين قوسين. مين داعش دول بقى، وايه حدودتهم، وايه حكايتهم، وطلعوا كده زي ما بيتقال يعني في المقدر جديد، لا عمرنا سمعنا عنهم ولا عمرنا عرفناهم، زي ما في اخر سنه سمعنا عن انصار بيت المقدس. خلاص في اخر شهرين داعش. مين داعش دول بقى؟ طب اسمحي لي انا هقول بس كده، ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. دي الايتين دولت حدود الله سبحانه وتعالى على داعش ومن شبه داعش اللي بيقتلوا الناس ويذبحوا الناس. ولما اتكلم على داعش في الاول خالص بص بيقولوا ايه؟ القتل عندهم تهليل الله اكبر، الذبح كان بين الحر والانسان زي يقولوا حمدا لله وشكرا جليلا. قطع الرؤوس بسم الله الله اكبر. السلام عندهم حرق الارض اخضر واليابس، ده السلام عندهم. تحطيم الحضارات وتفجيرها ده باسم مانح الحياه. يعني الحضارات بيدمروها ويقولوا ده مانح الحياه. داعش لما نرجع لها كده ونتعرف عليها، والصحافه كتبت فيها كتير حقيقه، وفي كتاب كتير كتبوا عليها. مع دخول الامريكان سنه 2003 العراق وبدا في مقاومات للامريكان، ما كانش لسه في لا سنه ولا شيعه ولا الكلام ده، وكان تنظيم صغير خالص زي اي تنظيمات موجوده زي جبهه النصره وغيره بيحارب الامريكان. من هنا بدا تنظيم داعش يقوده ابو مصعب الزرقاوي الاردني الجنسيه، وعمل فصيل صغير هو من صلب تنظيم القاعده. يعني دول فرع من فروع تنظيم القاعده. بداوا ابو مصعب الزرقاوي سنه بعد احتلال الامريكان للعراق. قتل ابو مصعب الزرقاوي في شهر 7 2006،
وتولى بعد كده ابو بكر البغدادي. لا عمر البغدادي، ابو عمر البغدادي. وقاد هو التنظيم لسه لغايه دلوقتي. كانت بقى يعني داعش دي يعني حاجه بسيطه يعني. في التوقيت ده لغايه ما وصلنا ل 2010 نور المالكي بدا يتصرف تصرفات الشيعي والسني، ففرق البلد، الفتنه الطائفيه اللي كانت هتحصل في مصر هنا، المسلم والمسيحي والكلام ده مش مطلوب. فهو عمل سنه وشيعه. تمام. الشيعه بداوا يعني يبقى لهم وضع كويس واشد من السنه، والسنه بداوا يقتلوا ويذبحوا واملاكهم تصادر الى اخره. طيب السنه راحوا فين؟ يدوروا على اي حد يلجأوا له، لجأوا لداعش، كانت فصيل صغير خالص، وراحوا لداعش وبداوا الشباب كله بيصلحوا ويروح لداعش. هنا كان لغايه هنا 2010 كان ابو عمر البغدادي كان هو القائد، قتل في 2010 بغاره جويه. تولى بعديه على طول ابو بكر البغدادي. ومن هنا نبدا ب 2011 وبدا داعش. يعني 2011 و2012 كان ليهم وجود على ارض الواقع يا سيدي. بدا امال احنا كان هنا بقى الحرب الاهليه في سوريا. الحرب الاهليه في سوريا هم دخلوا يدعموا مع جبهه النصره، فعملوا هم جبهه النصره تنظيم واحد ويحاربوا مع جيش مصر، جيش سوريا الحر. وبعد كده هنشوفهم بعد كده اختلفوا مع بعض برضك، يعني اختلفوا وبقوا ضد جيش سوريا الحر، وبقوا مع بشار الاسد وضد جبهه النصره. يعني هم ما لهمش انتماء ولا ولاء. لا 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 لا. هي مصلحتهم هم فين، لكن ما فيش يعني لا تقولي دين ولا تقولوا لي اتفاق ولا عهد ولا حاجه خالص. مين اللي بيمول؟ نرجع للسؤال ده، سؤال جميل. يعني الفلوس بقى، هو مين اللي بيمول؟ في البدايه خالص هم اعتمدوا على النهب والسرقه لغايه ما بداوا يكبروا شويه. الامريكان بداوا يمشوا، بداوا يهاجموا البنوك ويهاجموا الوزارات، واليوم حادثه شهيره هاجموا البنك المركزي وهاجموا سجن ابو غريب وطلعوا كل المساجين اللي فيه، وسجن الحوت وخدوا كل المساجين فيه، ووزاره العدل وكذا وزاره هاجموها، وبدا يبقى لهم صيت، وبدا يعتمدوا على موضوع الذبح ده ليرهبوا الناس. فيجيبوا بعض العناصر تذبح الناس عشان ويصوروها عشان يحطوها في الفيديوهات واليوتيوب وكلام من ده، عشان يبتدي يبقى ليهم سمعه بقى مرعبه، سمعه بانهم ناس يعني قتله بشكل بشع. الامريكان بداوا يغضوا الطرف عنهم، بداوا حتى احنا شفنا في الايام الاخيره دي ان هم الفيديو جنب حضرتك صور الدمار الكثيف اللي مورس في العراق على اهالي العراق الابرياء، يعني بشكل بشع بشع. وبداوا طبعا انا قلت قبل كده بان السنه اهل السنه من اعمال نور المالكي والغباء السياسي اللي كان موجود في العراق خلى السنه اهل السنه يبتدوا يلغوا اي ملجا، فلقوا اللي موجود قدامهم هو داعش، انضموا لداعش. وشفنا الايام اللي فاتت دي لما خدوا الموصل وخدوا صلاح الدين وخدوا الانبار. يعني البدايه كانت في العراق كانت بس رد فعل للمالكي، ولا كان مخطط من البدايه ان نقطه البدء في الشرق الاوسط تبدا لا من العراق؟ ما هم الامريكان اكتشفوهم بقى وبداوا حتى لهم صوره مع ابو بكر البغدادي. دي الصوره دي حقيقيه ما فيهاش فوتوشوب؟ البعض قال لك ده صوره فيها. الامريكان هم صناعه كل شر في العالم، هم الشيطان الاعظم، فهم بحثوا عن الامريكان والصهاينه، دوروا على اللي هم بيعملوا كل حاجه. داعش مش مستحيل يطلع لوحده كده شيطاني، مستحيل. وبعدين كاميرات التلفزيون في العالم كله والاخبار الاندبندنت والواشنطن بوست والديلي تلجراف وكله يشتغل عليه، مش معقول يعني ده يعني. بس حضرتك بتقول الامريكان اكتشفوهم، ففي فرق بين الامريكان اكتشفوهم ولا الامريكان صنعوهم؟ كان اكتر من تنظيم، تنظيمات كانت كتيره، يعني كانت جبهه النصره وكان تنظيم القاعده وكانت تنظيمات كتيره موجوده. اشمعنى دول داعش؟ وبعدين قتلوا ابو مصعب الزرقاوي ما يمشيش في اتجاههم شويه، وبعدين دخلنا على ابو عمر البغدادي واتقتل في غاره برضك، ثم جاي ابو بكر بقى. طب ابو بكر ده عليه كلام كتير. من البدايه كان من اتجاه وبعد كده اصبح امريكا بتدعمه لما لقوا نجح. ودلوقتي هم احنا سؤال بيطرح كده، اللهم مين اللي بيدعمهم؟ سؤال غريب. هتلاقي ناس تقول لك قطر، وبعدين ناس تقول لك الامريكان. القصه ان الامريكان غضوا الطرف عنهم، فهم اللي نهبوه وسرقوه من العراق نفسه يكفيهم بتاع 20 سنه، خدوا فلوس لا حد لها. وبعدين يكفيك حاليا دلوقتي هم مسيطرين على النفط ومعامل التكرير شرق سوريا، الشمال والشرق، وفي الغرب الناحيه الثانيه، وفي شرق العراق. فالنفط ده هم بيبيعوه لايران وبيبيعوه لتركيا
وبيبيعوا دول اوروبا. فده اداهم دخل كبير. ده الشعار بتاعهم اهو. الشعار بتاعهم. وبالمناسبه عاملين هم مجلس شورى الدوله الاسلاميه. وكلمه داعش حتى نفسها هي داعش الكلمه دي دوله الاسلام العراقيه بالشام، بالعراق والشام. وكانوا عايزين طبعا بيحلموا بمصر في ميم بقى مضاف في الاخر بيقول لك ده عشم ده ابليس في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فده عشم ابليس في الجنه. يعني الحروف ديت زي ابريفيشن او اختصار بدايه للبلاد. العراق والشام، وعايزين كانوا يضيفوا الميم عشان تبقى مصر. تمام. هم طبعا لما هو خد الثلاث محافظات دول وبدا يسيطر على منابع البترول، والجيش الفرقه ولا الفرقتين العراقيتين اللي شفتوهم في التلفزيون قلعوا هدومهم ومشوا. دولت اهل السنه، وهم كانوا بينهم وبين نور المالكي مشكل. فهم ما كانش في صوره هم منيمين الناس على الارض بيقتلوهم. ده قتل وذبح وبعدين يرموا يدفنوهم احياء. طيب اسمح لي بس، حته لما دخلوا على الموصل والجيش العراقي بلا اي مقاومه سابها، اختفى من المشهد وكانه ما كانش هم عايزين يسقطوا في الاساس نور المالكي. لذلك هو رئيس الجمهوريه العراقي، واحنا بنوجه له الشكر من هنا. بانتهاء ولايه نور المالكي قال له متشكرين كتر خيرك، وعين رئيس الوزراء الجديد. واعترف امبارح المالكي ده بعدين بقى يعني بحس ان الدنيا كلها ضده ماشي معاه، فاعترف فيه. لان حتى في لغايه اخر نفس هو متمسك بالسلطه، ومع انه خرب العراق. يعني احد اسباب خرب العراق هم الامريكان ما مشوش من العراق الا لما كانوا سابوا رجالتهم كده بلغه السياسه. يعني هم في الاخر عايزين ايه؟ انا هنكمل الجزئيه، بس هم عايزين خلينا في التمويل. تمام. التمويل الامريكان غض البصر على قصه ان هم يهاجم وينهب ويسرق وياخد في الاخر يحط ايده على منابع البترول. منابع البترول ديت ده البترول بتاع العراق. هم حاطين ايدينا عليه دلوقتي، وكل امواله هم محتاجين. بتقول لي بيبيعوا البترول لايران وتركيا ودول اوروبا عبر تركيا يعني. وطبعا معامل التكرير موجوده شرق وشمال سوريا فوق. وانت تعلمت كويس ان هم دخلوا ولهم تواجد في داخل سوريا مع جبهه النصره، مع ان جبهه النصره محمد الجولاني كان في الاول كان مأيدهم واشتغلوا مع بعض في سوريا، وبعدين اختلفوا. لان كان ايمن الظواهري كانت ليه وجهه نظر في الموضوع، ان اطلع من سوريا يا ابو بكر بغدادي وخليك في العراق فقط. وباعتباره انه امير المؤمنين، فامير المؤمنين الجديد رفض، قال له لا ده انا امير المؤمنين وانت يعني تبقى لي بالولاء والطاعه ليا، انا امير المؤمنين هنا، ودي مقر الخلافه هنا في بغداد. ان شاء الله هاخد بغداد وابقى في بغداد. فمن هنا حصل النزاع ما بين جبهه النصره وما بين داعش وما بين ايمن الظواهري. ايمن الظواهري دول تحت قيادته اللي مجموعه جبهه النصره موجوده في سوريا. وبدا حاليا دلوقتي بدا في قتال ما بين الجبهتين دلوقتي، داعش وجبهه النصره وجيش سوريا الحر وبعض العناصر الاخرى اللي موجوده الجهاديه اللي هي جايه من اوروبا. وما اوروبا بقى فتحت كل اللي عايزه تخلص منهم، بعتتهم على سوريا وبعتت على العراق. والكلام ده كانوا عايزين يعملوه عندنا في مصر، يعني يخلصوا من كل الجيل الثالث والرابع اللي موجود في اوروبا بالمره كده، صدر لسينا شكرا. فهو ده اللي كانوا عايزين يعملوه. طيب هو دلوقتي الفكره في دماغ ابو بكر البغدادي دي بعد ما خد عايز يحقق ايه؟ الثلاث هيعمل حاجه. هو يحلم بالخلافه الاسلاميه. هو دلوقتي مسيطر على 3 محافظات، نينوي وصلاح الدين والموصل. كلهم داخل العراق. خلاص. واخد الشمال الشرقي كله ليه اتصال بسوريا. تمام. وكان عايز يخش على الاكراد، ما هو هناك في بترول، وبدا يحلم بان هو يخش الدوله الكرديه اللي هي ليها حكم ذاتي دي وينتزعها وياخدها. فيبقى كده خد نص العراق تقريبا واكتر، وينزل على بغداد. ايه اللي وقفوا عن الاكراد ده؟ الاكراد الامريكان. ليه بقى امريكا؟ مصالح هناك. الامريكان لهم مصالح مع الاكراد، والاكراد من زمان لهم مصالح مع بعض، وفي تواجد امريكاني هناك. فعشان كده الامريكان قالوا كده كفايه هنا خط احمر، هنا بقى ستوب بقى، اقف هنا. هم الامريكان مش هيسيبوه اصلا، ده هو ده عامله زي ما بيقولوا هتفرقع على الفاضي يعني. فده المهم هم عايزينه طب مش هيسيبوه في مرحله لاحقه، لكن وقفوه عند الاكراد، لكن الامريكان دلوقتي سايبينه ليه؟ لا عشان يخرب العراق. بس العراق؟ لا ما استنى، هو مش هم بيضروا مش دلوقتي. هم هيسيبوه اولا يسيطر على العراق كلها، وما تنسيش يهدد السعوديه. ما السعوديه برضك الامريكان مش مبسوطين لا عشان اللي عملوه معانا في مصر وقفوا جنبينا. والكويت نفس القصه. فطب احنا سايبين لكم داعش اهو، حلوا بقى مشاكلكم معاه، ده بالبلدي كده يعني.
فطبعا هو بيحلم بالحزام الجهادي او حزام الجهادي على الدوله الاسلاميه، بدءا من باكستان وبنجلاديش مرورا على العراق والشام وينزل على الاردن، وبعدين ملوش دعوه باسرائيل بالمناسبه، وبعدين ينزل على سيناء، ياخد مصر طبعا الجائزه الكبرى، الجائزه الكبرى بالنسبه له، يعني كريمه التورتايه بقى، الموقع التاريخي والفريد في العالم اللي هيسيطر بيه. ثم ينزل على ليبيا وياخد غرب الجانب الغربي كله، المغرب العربي كله. وطبعا عندي مالي، وعندي مالي ونيجيريا وافريقيا الوسطى، وعندي تحت خالص في الصومال، طبعا في السودان. تمام. فهو ده الحزام ده، وكده ده لسه في دماغه حاجات ثانيه، وعمال كل يوم ينزل خرائط. قال لك الاندلس، بلاد الاندلس بتاعتنا من 700 سنه احنا قعدنا فيها عرب، دي اسبانيا يعني، رجعوها لنا، وعايز ياخد شرق اوروبا كله. طموح بقى يعني، العمليه هيظهر ايه يعني، البطولات خدهم دولت اللي على في دماغه، وعايز كبر الحلم بقى. وبدا يعمل مجلس شورى هناك في العراق وخد قصر من قصور صدام حسين واقام فيه هناك، وعمل وزير دفاع ووزير خزانه ووزير ماليه ووزير الامر بالمعروف ووزير مجموعه وزراء. يعني اسامي الوزارات ديت اللي كانت منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي ده ما كانش افيه، لا سمى الوزارات بالمسميات دي. فلان الفلاني ده وزير الدفاع او الحربيه، وفي وزير ثاني مسؤول عن القتل. يعني اسمها وزاره ايه بقى ده؟ هو مسميها الامر بالمعروف، مسؤول عن القتل. طب انا جزئيه القتل والعنف، يعني انت عندك حلم ان انت تتولى وتسود وتنشر قواتك، فكره القتل بالوحشيه دي، ما هو عشان يخوف الناس. يعني هل ديت عقيدته الراسخه انه يجب ان يسود بهذا المنطق او هو بهذا شايف الشكل؟ ان كل التنظيمات الاخرى، تنظيم القاعده ما هوش بالشراسه دي، مع انه يعتبر اشد تنظيم. صحيح. التنظيمات جبهه النصره، تنظيم حتى الاخوان الهيد الرئيسي بتاعه ما هوش بالشراسه دي. فهو قال لك دول بيمسكوا بعد ما يلعبوا بقى كوره، الاولاد يلعبوا بقى كوره. يعني منظر عمرنا ما شفناه في تاريخنا لما كله. اتقال ان داعش داخل الحته الفلانيه، فالناس تترعب بقى. شكرا. ده هو اللي عايز يوصل الفكره ديت للناس في كل البلدان العربيه. انا رايح مصر، فالمصريين يعني يناموا على وشهم، خلاص ده داعش جاي هنا مصر يعني، وهكذا. انا هدخل احاول اخش على الاردن، وبعدين انزل تحت، ننزل على السعوديه، اصل الكعبه دي الناس بتقبلها، فاحنا نهد الكعبه ملاش لازمه عندنا، وهكذا. طبعا هتلاقي داخل فيها فكر صهيوني على فكر يهودي، هي متغذيه يعني. جوه الوزارات اللي هو عاملها دي بعض الناس تتبع الموساد الاسرائيلي جواهم، وبيقاتلوا معاه كل حاجه. فالموضوع كبير ومحتاج تفاصيل كتير قوي. بس اسرائيل متامنه. لا ده اسمها هو لما سالوه الايام اللي فاتت لا ولا مش مضمون يا سيدي، هو قولا واحدا كده اسرائيل متامنه ولا مش مضمون؟ لا متامنه اسرائيل. طيب لما قالوا له اسرائيل بتضرب هنا في غزه، قال لهم انا الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا الله بالجهاد في غزه ولم يكلفنا الله بقتال اليهود. ايوه. دي نشأة داعش وقصه داعش واحلامه وطموحاته. مصر بالنسبه له الجائزه الكبرى اللي هو بيها هياخد المغرب العربي كله وشمال افريقيا كله. وطبعا هو ما عندوش مشكله باكستان وبنجلاديش وافغانستان. طب انا عندي سؤال من باب نظريه المؤامره، عشان انا شخصيه كده انا لوحدي متشائمه وبؤمن جدا بنظريه المؤامره. العناصر التي تنتمي لهذا التنظيم، تنظيم داعش، موجودين بس في العراق ولا في عناصر ليهم في كافه البلاد العربيه بما فيهم مصر، ولكن خلايا نائمه انجاز التعبير بلغه السياسه، وينتظروا الشراره علشان يبانوا ويظهروا على السطح؟ هو دلوقتي داعش خلال من 2011 فتره الفوضى الخلاقه اللي عملوها لنا الامريكان والثورات اللي عملت لنا الفوضى الخلاقه دي، هم دخلوا في القصه دي. هو داعش بيكفيه ايه؟ في ناس متخيله ان داعش لما يجي يخش بلد زي مصر مثلا هيجيب جيش جراره ويجي يهاجمنا، يعني مش هيعمل كده خالص. ده هو بيبعت عناصر 140 واحد 20 واحد 50 واحد. العناصر دي الفكر في دماغها، ينزلوا ينشروه بين الناس. بعد ما لهم. طيب سياده اللواء اسمح لي نرفع الاذان حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره ونعود مره اخرى على الهواء وملفات ساخنه. على الهواء مباشرة وملفات ساخنة من الشاشة الفضائية المصرية. ومقتل ملثم مسلح على أيدي قوات الشرطة في البدرشين، ولما قتل وجدوا مع الجثة أو بحوزة هذه الجثة 12 قنبلة، يعني حسبي الله ونعم الوكيل.
نستكمل سؤالي اللي فيه تخوف وفيه إحساس أن ربما تكون فيه مؤامرة. هل مصر وبقية الدول بها خلايا نائمة لهذا التنظيم، ولا تنظيم داعش ومن ينتمون إليه ومن يؤمنون بأفكاره متواجدين فقط في أرض العراق اللي سيطروا عليها؟ لا، هو عشان نبقى منطقيين ومن ما نهولش في الموضوع ومن بردك ما نبسطش فيه. ما نبطلش فيه. داعش فترة حكم مرسي بعتوا له هنا عناصر تخصهم هم مش الاخوان، بموافقة مرسي؟ بعلم مرسي؟ بعلم مرسي. ودخلوا هنا مصر عن طريق سيناء وعبروا، موجودين في منهم عناصر تحت اشراف واحد اسمه ابو السعد المهاجر وابو المنذر الشنقيطي ومهندس محمد ممدوح. داعش هم نظريتهم الاتي: بعتوا الناس ديت تقريبا 140 واحد موجودين منهم، وفي بيات شتوي في اسماعيليه وفي الشرقيه. خلايا نايمه خالص. اليوم توقيت. دي عناصرهم جنسيتهم ايه يا فندم؟ كلهم. لا، في منهم فلسطينيين وفي منهم مصريين اللي هم قتلوا معاهم هناك، اللي قتلوا معاهم في سوريا وضربوا معاهم، وعناصر اخوان، وبعض العناصر الاخرى اللي جايه من دول زي الليبيين والعراقيين وكده. لكن هم مع الاخوان موجودين في بيات شتوي داخل هذا في الاسماعيليه وفي الشرقيه. اسماعيليه والشرقيه. الدوله على علم باماكن تواجد هذه العناصر يا ست اللواء؟ امن الدوله عارف القصه دي، وطبعا بيتابعهم وبيراقبوا اللي بيقبض كل شويه بيقبض على بعض العناصر منهم. اللي انا عشان كده شكرت الامن الوطني والمخابرات الحربيه، قام بدور رهيب وجبار، وطبعا الشعب مش حاسس بيه، لكن احنا يعني متابعين هذا الموضوع. حرب بكل المقاييس او بالمعنى الحرب حاليا هي حرب استخباراتيه، يعني هي حرب استخباراتيه حاليا. داعش ليه 4 مراحل عشان يعلن في مصر ان هو متواجد، ويعلن ان مصر دي اماره تتبع الدوله الاسلاميه في العراق. 4 مراحل: المرحله الاولى، المرحله الثانيه، الثالثه، الرابعه. الاولى يعمل ايه؟ نشر الافكار بتاعته ويغالي في الافكار بتاعته، ويشوف الثغرات اللي في التنظيمات الاخرى ويبتدي يبرزها ويضخم فيها كمان. يعني نشر الافكار، معلش طول بالك عليا، نشر الافكار يعني باعتين عناصر يقعدوا مثلا على قهوه، لا يدخل جامع من خلال يشوف شباب، لا، من خلال الجوامع، المساجد، خطابه، من خلال الوسائل، مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر يبتدوا هم بيلعب على ال 12 سنه ولا 20 سنه، الشاب الصغير، يعني يتزرعوا في وسط الشباب وفي وسط الناس. هم دولت بيخشوا يزرعوا عشان الشباب اللي هيعجبهم هذا المنطق وهذه طبعا الشاب ما بيعرفش انه جند تبع داعش، ما بيقولوش انا داعش، تنظيم عادي خالص زي الاخوان المسلمين عادي خالص. فيبتدي الشباب يروحوا له، يبتدي هو يتناقش معاهم، يبتدي يجندهم ويبتدي يختبرهم، وبعدين يدربهم. يبقى اول حاجه احنا قلنا الفكر والنظريه بتاعت ازاي ينشر افكاره من خلال الوسائل المختلفه اللي قلت عليها. وبعدين يبدا التجنيد والانتقاء، دي في المرحله الثانيه. وبعدين في اخرها انشاء التنظيم، يبقى مرحله 2 في قلب المرحله الثانيه. هم حاليا في مصر المرحله الثانيه اللي هو الانتقاء دلوقتي والافكار، ويبدا ينشئ التنظيم. يعني حضرتك شايف دلوقتي انه كده واحنا بنتكلم دلوقتي انا وحضرتك ان هم العناصر موجوده، بدات في نشر افكارها، وبدا يبقى ليهم موردين او مرددين لافكارهم او معتنقين. يعني ماهيش من الحجم اللي الناس بتتخيله، حجم صغير جدا وبسيط، ومتابع تماما باجهزه الامن. طب ما تدينا ارقام كده عشان الناس تبقى عارفه برضو. يعني هم انا كأم اخاف على اولادي، الولاد الصبيان اللي دخلوا وبداوا ينشروا هذه الافكار كان حوالي 140 واحد. مش كتير، تخيل حضرتك. فال 140 واحد دولت متابعين دلوقتي امنيا، وكل شويه بتقبض مع بعض العناصر منهم. هم بيعملوا ايه؟ اثناء الاختبارات للشباب دولت يقول له القنبله دي زرعها الحته الفلانيه، القنبله دي اضرب ازازه المولوتوف ده العربيه الفلانيه. يديهم فلوس في الاول؟ لا لا بدون فلوس الاول، وبعدين على اساس ان هو مش داعش، ملوش دعوه بداعش خالص. وهو بينفذ العمليات دي بيصوروه ويجيبوا له صوره عشان ما يرجعش تاني. يقولوا هنبلغ عنك بقى لو انت ما كملتش معانا. وبعدين يعلنوا بقى ان انت تبع التنظيم، والتنظيم ده مش الاخوان ولا ده داعش، فانت تبعنا تنفذ اللي احنا نقول لك عليه. هنا بعد كده يحصل يبان يبتدوا يدربوه ويأهلوه. التدريب ده في الظهير الصحراوي لخط الصعيد. هم عايزين مناطق جبليه وعره وما فيهاش حد، فاضيه. عشان احنا كده في المرحله الثانيه دخلنا على المرحله اخر المرحله الثانيه، الشق الثاني من المرحله الثانيه. وبعدين نخش المرحله الثالثه اللي هو بقى ايه؟ التدريب في معسكرات بقى. خلاص جاهز عشان يبقى جاهز. يعني خلاص سقطت الاقنعه وانا مجنداك وانت داعش وبتقبض مني وهتروح معايا الصحراء هدربك على اسلحه بقى وقتال شوارع وحرب شوارع. الحل نخش في المرحله الثالثه يبدا يعمل قسمين برضه. القسم الاولاني يضرب في عناصر الجيش والشرطه ضرب قوي شديد مؤثر، وبعدين المرحله الثانيه يضرب في اجهزه الدوله، ميه الشرب، لا ميه الشرب، ابراج الكهرباء، محطات الكهرباء، محولات الكهرباء، يبتدي يحرقها
طب ما احنا في المرحله دي لا ده هو دي لسه ما وصلناش. يعني في دلوقتي دي حرق للمحولات الكهربائيه في بعض الاماكن، دي بيضرب عليها ازازه مولوتوف دلوقتي لسه. ده اشتغل شغل ايدي يدمر المحطه نفسها. هو دلوقتي حاليا بيضرب عليها ازازه مولوتوف اللي هو بيختبر، الولد اللي بيختبر ده يحط قنبله في قطر، يحط قنبله في عربيه كده، فده تحت الاختبار لسه بيتصور عشان ما يرجعش تاني. وهنا دي مرحله ثالثه، ان هو يبدا زي ما قلت لحضرتك يقدر يشتبك مع عناصر الجيش والمعسكرات والشرطه يستنزفها. وبعدين المرحله الثالثه برضه الجزء الثاني فيها محطات الميه ومحطات الكهرباء عشان يعيق حركه الحياه تماما. بعدها يبدا يهاجم المحافظه او المحافظتين زي ما عمل في صلاح الدين وفي نيوي وكده، وابتدي يسيطر عليها. لما سيطر عليها يعلن ان هذه المحافظه اماره تبع الدوله الاسلاميه، ويبدا النهارده المحافظه يخش على المحافظه الثانيه وهكذا. ده اسلوبهم. الناس لا تتخيل ان داعش هتجي لي من بره بجيوش جرار، مش هتيجي كده، بتيجي من وسطنا هنا من قلبنا. يعني هتدخل بشكل مرحلي، مش هتدخل مره واحده ان انا اتاهب ليها. عشان كده احنا هنا بنتكلم ايه اللي هنعمله عشان نوقف هذا الكلام. لان داعش عايزه 3 حاجات: ارض خاليه، مساحات كبيره فاضيه، ما فيش شرطه ما فيش جيش مش موجودين، وقضاء مش موجود. هم عايزين حته فيها خلا بس عشان يربوا فيها ناس ويضربوهم ويجهزوهم، ومفاجاه كده تلاقي محافظه زي محافظه المنيا نازل عليها 5 6000 او 7000 ضرب نار وبيحتلوا. جمهوريه مصر العربيه فيها مكان يناسب اللي حضرتك بتقوله؟ طبعا. فين بقى؟ هنا داعش بتحط، كانت الاول حتى موجودها الرئيسي كله في صحراء سيناء. القوات المسلحه، وانا بوجه لهم الشكر وبوجه الشكر للسيد وزير الدفاع وكل من قام باعمال مجيده داخل سيناء، والشهداء اللي استشهدوا في هذه العمليات، انهم طهروا سيناء كلها، فبداوا يهربوا كلهم من شمال سيناء، نقلوا بقى الجغرافيا نوعيه لمكان اخر زي ما قلت لحضرتك في اسماعيليه والشرقيه، وطلعوا على الخط الصعيد كله، الظهير الصحراوي في اتجاه الوادي الجديد. الوادي الجديد بالنسبه لهم دي المعارك الجايه، ان هو ممكن يروح ليبيا ويرجع من ليبيا، يجيب امدادات السلاح ويجي، يجيب رجاله ويجي، وبعدين يخش عنده 3 محافظات يشتغل عليهم: المنيا والفيوم وبني سويف، ودول فيهم مطارات وفيهم ميه وفيهم اكل وفيهم كل حاجه عشان يبدا بيها. خد بالك، عشان كده احنا النهارده هنتكلم هنا ان الظهير الصحراوي بتاعنا كله في مصر بالكامل مطلوب تامينه بالكامل، وليس بالاساليب النمطيه المعتاده. القوات المسلحه انا بتوجه بها بالشكر، ولكن احنا الحرب الحديثه دلوقتي بتعتمد على خفه الحركه، قوه النيران، وعناصر مدربه على تدريب عالي جدا، ومعلومات استخباراتيه على مستوى عالي جدا من المعلومات. ده اللي هشرحه لحضرتك دلوقتي. الاقمار الصناعيه، يعني مؤخرا روسيا اهدت مصر اقمار صناعيه، الا يجب ان يتم استخدام هذه الاقمار الصناعيه كتامين للحدود، كمراقبه للحدود، كتصوير لكل حركه بتتحرك على هذا الظهير الصحراوي على خط مدن الصعيد؟ يمكن في كلامي مع حضرتك في الاول قلت ان الحرب الحديثه دلوقتي ما بتعتمدش على الدبابه، بتعتمد على الايقاع السريع وخفه الحركه. خفه الحركه ونقطه نلاقي رئيس الجمهوريه المشير السيسي مع بوتين، الاثنين استخبارات. الموضوع ما بقاش لا بقى كلها عباره عن معلومات بتتداول ما بين الاثنين، فالاثنين يبقوا عارفين المسرح ده كله ايه اللي بيجرى فيه. وبعدين الامن ما بقاش داخل مصر. اللي مش فاهم، لا الامن مش داخل مصر، ده بره مصر. يعني في تعقد مؤامره في جنوب افريقيا، طب الله ده انا بيني وبين المؤتمر بيتم هناك عشان يبتدي يخطط لك هيعمل فيك ايه. فانت اذا امنك مش الحدود داخل حدودك، امنك بره مصر. فابدا من بره مصر وبعدين اخش امن حدودي من جوه. المهم نرجع للموضوع الاولاني بان الظهير الصحراوي سواء كان في سيناء او في الوادي الجديد، يعني عندي سيناء دي 62000 كيلومتر او 61000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا تلت مساحه مصر. الوادي الجديد 40% من مساحه مصر، 40% من مساحه مصر. الوادي الجديد بادئ من الجبهه الغربيه من سلوم وانت نازله كده لغايه ما بتنزل على حدود السودان تحت، وطبعا حدود ليبيا. المساحه دي وطبعا الصحراء الشرقيه معاها الدلتا كلها على بعضها فيها سكان تقريبا وصلوا دلوقتي 4% ولا 3% ولا زي ما يكون، لكن ما بيزيدش عن 3 4%. كل الوادي النيل الاخضر ده كله اللي موجود فيه، بقى الصحراء دي كلها فاضيه. وهو داعش ومن على شاكلته من التنظيمات الاجراميه ينتقوا هذه المناطق، بيحبوا الاماكن الفاضيه ديت. ليه؟ ما استخاريه ما فيهاش قوات فاضيه، فهو بياخد مكان يتدرب فيه، يجهز فيه رجالته، ويبدا بعد ما يعمل حشد في لحظه معينه يبدا يهاجم الاهداف اللي هو عايز يهاجم عشان يعلن الاماره. الدوله المصريه مستعده ازاي لكل المعلومات اللي حضرتك بتقولها؟ حضرتك بتقولها بالتاكيد عند كافه الاجهزه هذه المعلومات. الدوله المصريه جاهزه، ولو ما كانتش جاهزه كان الكلام ده تم من زمان، وعشان هي جاهزه ما بيتمش.
وعشان كده انا بقول لحضرتك تاني المره الثانيه انا بتوجه بالشكر للقياده العسكريه للمجهود الجبار اللي باذلينه. الناس باذله مجهود كويس جدا، ولكن احنا دايما طماعين شويه بنقول هل من مزيد. فانا ليا مطلب بسيط وهو عبر افكار بطرحها لا يفر الحديد الا الحديد. صحيح. احنا محتاجين نتعامل مع هذه العناصر وهذه الشرذمه باسلوب حديث جدا من خبرات في الامم المتحده، وخبرات اللي موجوده على الساحه دلوقتي بتقول ان انا مش بالضروره يبقى معايا دبابه ولا مدرعه، انا عايز عربيه دفع رباعي قويه جدا، عايز انشئ اتيام قتاليه. وهدي مثال، لو الصور موجوده عندي هنا، انا عندي شمال سيناء وجنوب سيناء. شمال سيناء بعمل عندي 5 6 مركز ومدينه، كل مركز ومدينه بحط فيه تيم سايد. التيم سايد ده بيتكون من 12 دوريه، الدوريه 6 عربيات. العربيه فيها 2.5 بوصه وفيها 2 متعدد، والباقي كلها اسلحه اربجيهات واسلحه عاديه. القوات اللي موجوده دي عباره عن ضباط، ملازم وملازم اول ورائد ومجندين. لا ما فيش مجندين، مش عايز مجندين. انا عايز قوات محترفه حرب. مش عايز اذا كان مجند ده يعني بنت عليه النبوغ يعني، فممكن ينضم لهذه القوات، لكن انا بعتمد في الاساس في البدايه على ناس مدربه ومؤهله، ناس مدربه جاهزه. دي حدود مصر ما فيهاش تهريج. فانا عايز ملازم اول والنقيب والرائد. وبعمل حاجه اسمها نورث سيكتور في شمال سيناء، عباره عن، انا قلت انا من فوق بجيب رفح وبجيب العريش وبجيب الشيخ زويد وبجيب بير العبد وبجيب الحسنه وبجيب حضرتك ما زلت شايف ان سينا مستهدفه؟ ايوه رغم كل لا ما حدث. أنا عشان كده بقول انا مش عايز اسيب ولا متر في صحارينا فاضي. الدوريات دي تشتغل. طب اكمل بس. ننزل على جنوب سيناء تحت نلاقي عندي 8 مركز ومدينه، من مزنيمه راس سدر، وبعدين عندي التور، وبعدين عندي شرم الشيخ، سانت كاترين، دهب، نويبع، طابه. دول 8 وفوق 6 يبقى 14 ب 14 تيم سايد. فوق نورث سيكتور يعني قياده القطاع فوق، في الجنوب ساوث سيكتور، والاتش كيو في الوسط ده بيقود الاثنين دول. هذه القوات بتتحرك 24 ساعه، كلها دوريات مقاتله. اقل دوريه بتعملها في اليوم حوالي 1000 كيلو. لا عناصر اجراميه بيتعاملوا معاها ويشتبكوا معاها على طول. وبالتالي انا كده سيطرت وبمنع ان تتكون لي خلايا في جبل الحلال ولا في جبل لبنى ولا في اي حته. فكده يبقى هذه القوات دي اللي انا اقترحتها من 15 ل 20 الف مقاتل على اعلى مستوى، بعربيات حوالي 2500 عربيه دفع رباعي على اعلى مستوى. الاقامه بتاعتهم اقامه عاليه جدا ومحترمه جدا، عباره عن هيفي ويزر موجود، وفيها اقامه كامله للظباط ديت. حتى التنظيم بتاعها من جوه تنظيم محترم جدا، ومالهوش ديول اداريه، يعني ما فيش عناصر اداريه معاهم كتير. هو كل حاجاته بتبقى بالطيران، ولهم مجهود جوي بيتعاونهم. عندهم تنظيمهم من جوه، مثلا في حاجه اسمها جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 تصنيفات دول ضابط عمليات وضابط امن وضابط استطلاع. ولكن كل شغلهم طول النهار دوريات مقاتله في الصحراء. من كتر جريهم في الصحاري دي كل واحد متخصص طبقا للمدينه اللي بتاعته اللي واخدها، بيحفظوها زي العرب بالظبط، تبقى حافظها بالشبر. فمش معقول هيزرع لي تنظيم جوه المنطقه اللي واخدها التيم دوت، مستحيل. كل يوم بيجري فيها. وبالليل بيعمل حاجه اسمها اوفر نايت. ايه اوفر نايت؟ يستمر من الساعه 6 لتاني يوم الصبح الساعه 7 اعمال قتاليه بالليل، ويعمل كمان عشان في اي تحركات هو يثبتها ويشوف قصتها او يشترك معاها. لهم اعمال اخرى بالبحث والانقاذ. يعني طياره نزلت في الصحراء، مبلغ الدوريه الفلانيه الحته الفلانيه بالاحداث بتاعها يجيبها لك. في ناس بيعدوا معاهم هم اطباء ومعاهم مهندسين عسكريين، بيعدوا على القبائل البدويه والعربيه، لا عندهم حد تعبان بيعالجوه، لا عندهم حد عايز اي معاناه تواصل انساني بقى. انسانيه. يعني الموضوع مش كل قتال برضك، يعني في واحد انسانيه هم بيرعوها في سكتنا. نخش على الوادي الجديد. الوادي الجديد انا عندي 5 مراكز ونجوع وكفور ومراكز حضاريه صغيره كتير، في مساحه بقى 40% من مساحه مصر، مساحه كبيره جدا. طب عشان كده لما شفنا بتاع الفرافره الضابط كانت في حادثه قبلها وبعدين حادثه نفس الكمين مرتين. ايوه يعني لان الكمين ثابت. ست اللواء ده اللي بيتعب المواطن العادي وهو بيتفرج، ده اللي بيخلي البعض ما بيحسش بالامان، يقول لك ده دخل نفس الكمين لتاني مره وقتل. انا بنيت الفكره والنظريه على ايه؟ ان العناصر دي كلها بما فيها الاخوان كانوا بيعتمدوا على حرب الاستنزاف. بيستنزفوا قوى الدوله الشامله، هو عايز يستنزف بهلكك الجيش بالذات. فانا لما بعمل هذه القوات بنشر الدوريات المقاتله دي في ربوع مصر كلها، سيطرت على شمال وجنوب سيناء ووسط سيناء، سيطرت على الوادي الجديد ال5 مراكز،
بدل ما انا بعمل 65 صيد بعملهم 10 عشان مساحه كبيره. وبكده لغايه حدود ليبيا انا مسيطر، من الظهير الصحراوي للمحافظات المنيا وبني سويف واسوان وقنا والاقصر وكل المحافظات اللي على الظهير الصحراوي ده، اللي على خط نهر النيل، الظهير بتاع الصحراوي لغايه حدود مع ليبيا. انا بجري فيه بالعربيات بتاعتي وبالدولات المقاتله وجاهز للقتال فيها في اي وقت. القوات دي لها حريه الحركه وسرعه المناوره، فهي مسيطره تماما على هذا الصحراء. انا بكده اعتقد بان انا ما فيش اي تنظيم ايا كان شكله يقدر يكون تنظيم او خلايا في اي حته او يتدرب فيها او يقعد فيها. احنا سينا فجاه قمنا من النوم كده لقينا في تنظيم وفي عناصر، في الاف العناصر حوالي الارهابيه، 14 تنظيم جوه حته صغيره كده اسمها رفح والشيخ زويد. هو دول كان جم امتى دول؟ فعشان دي الدروس المستفاده من هذا الموضوع، ان انا باقي صحاريه كلها بدفع فيها دورات مقاتله. انا مستحيل ان انا اجيب جيش واحطه، ده الجيوش بتمشي ببطء، اللي هي المعدات الثقيله بتمشي ببطء، وانا مش محتاج دبابات ومش محتاج مدرعات ولا حاجه، انا محتاج عربيات دفع رباعي. انا عايز خفه حركه، عايز مقاتل فاهم هو بيعمل ايه، تكنولوجيا بتساعده، طيران بيقدم له المعونه. يعني لما طيب لان احنا فاضل لنا دقيقه، يعني انا دايما ببقى حريصه جنب المهمه اللي هتتولاها الدوله، المهمه اللي هيتولاها الجيش، الوعي بين المواطنين ده بالتزاوي اهميته لا تقل عن اهميه العمليات العسكريه. انا كنت عايز اقول حاجه في الاخر. انا اتكلمت على ازاي هنداوي القصه دي من الناحيه العسكريه، وازاي نحافظ على بلدنا وصحارينا. في حتتين مطلوبين، بوجه ندائي لشيخ الازهر، من فضلك الازهر تقدم الصفوف، والخطاب الديني المعتدل بتاعك يبان في كل القنوات الفضائيه وفي كل الصحافه وفي المساجد وفي كل حته. من فضلك في دور الازهر مطلوب دلوقتي ده بشده. جزء من كلام حضرتك على نشر الافكار حضرتك استخدمت فيه انه بتحصل ده في المساجد وفي الجوامع، واللي رايح يصلي ممكن رايح يأدي فرض ربنا ويروح يتتلقفوا الايادي الارهابيه دي وتحقن افكاره في اتجاهات اخرى. في حاجه بقى اخيره ثانيه بستاذن حضرتك بوجهها ودي للسيد رئيس الجمهوريه، من فضلك البطاله 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 دي مرض عضال في مصر، كل بيت فيه ولد او اتنين ما بيشتغلوش، عرضه دولت ان هم يستقطبوا مع هذه التنظيمات الارهابيه. اوعد الناس ديت السنه الجايه السنه اللي بعدها فرصه عمل في مشروع قناه السويس لا وتعمل محور التنميه بتاع فاروق الباز، يسحب كل العالم البطاله دي. الناس اللي رجعت من ليبيا والناس اللي رجعت من السعوديه ورجعت من هنا، طب ما دولت هيشتغلوا ايه؟ انا قبل كده قلت لحضرتك الشك والاحباط، انا مش عايز احباط ان انا اوعد الناس بان في شغل ولا في محسوبيه ولا في حاجه، ده اي واحد يروح يقدم طلب هيشتغل. افتح الشغل للناس، اوعدهم السنه الجايه بعد سنه بعد اتنين، بس يبقى عنده امل في بكره بانه هيشتغل. صحيح. ده اللي مطلوب. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء فوزي رمضان المتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية، كنت ضيف عزيز وكل كلام حضرتك كان مهم جدا بالنسبة لنا، بشكرك جدا. أنا شاكر جدا لضيافتك ليا وكتر خيرك. ربنا يخليك يا فندم. ولكل أم ولكل أب زي ما احنا سامعين، على قدر ما الدولة هتعمل الواجب المنزلي بتاعها أو الهوم ورك بتاعها، احنا كمان كأمهات في بيوتنا، احنا كمان كأبهات، إذا ما كناش نوعي ولادنا على المرحلة اللي احنا فيها ونوع التحديات ونوع الأخطار وإزاي ابني أو بنتي يبقى رايح يتعلم أو رايح يصلي وممكن حد ياخده ويملى دماغه بأفكار تسيء لوطنه وتسيء لأهله وتسيء لنفسه وتسيء لدينه، لازم يبقى علينا دور كل أم وكل أب نفتح عينينا قد كده، ربنا يلطف بينا وبولادنا ويجعلهم ذرية صالحة ويخلي كل المصريين فعلا يبقى كل مجهودهم لبناء هذا الوطن من أجل بكرة أجمل. بشكركم وتحياتي أيتن الموجي، السلام عليكم.